بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها كده قرايه حلوه لطيفه، ناخدها كده يعني فور فن. ايه التغيير اللي ممكن يطرأ على حياتك في خلال الشهرين الجايين دول قبل نهايه هذا العام بشكل عام، يعني بقى عاطفي مادي عملي زي ما يطلع. نشوف ايه التغيير اللي جاي لك. هنعملها مجموعتين. المجموعه الاولى التغيير اللي ممكن يجيلك في حياتك في خلال الشهرين دول. المجموعة الثانية التغيير اللي ممكن يجيلك في حياتك في خلال الشهرين دول ان شاء الله. انا ما عدتش ورق، انا حطيت كده كل واحد بايه بنصيبه. معانا المجموعة الاولى تبقى بالحجر الاخضر ده، ولا بلاش نحط حاجة تانية؟ ازرق، الحجر الازرق والحجر البينك. يلا اختاروا ونشوف ايه التغيير الايجابي او اي تغيير بقى ممكن يطرق على حياتك في خلال الشهرين الجايين دول. يلا اللي اختاروا المجموعة الاولى. اخترتي ايه؟ انا بعد كده مش هختار الازرق ده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 هم دول الحمد لله. التغيير اللي جاي لك في شخص، دي حاجة عاطفية للناس اللي حطوا نيتهم على شخص عاطفي او شيء عاطفي. تاني انت بتختاري زي اللي بتقلديني ليه؟ مش عارفة. يعني انا مش هختار تاني زيك، يعني مش عارفه بجد. طب يعني اعكسي عشان يعني التوقيتنا خلينا تدور بقى مع بعض. نشوف الناس اللي هنا. ماشي. انت حطيت نيتك على حد عاطفي او القرايه دي طالعه لك بتغيير في شيء عاطفي. في شخص بياكل صوابعه ندم عليك وزعلان من نفسه انه زعلك، وعمال يقول انا مش قادر اشيله من دماغي، انا بحبه، انا زعلته، انا ضايقته، انا عايز امشي لقدام، عايز اتخطاه، طب ارجع له، انا مش قادر ارجع له، كرامتي مش سامحه. الشخص ده عنده صراع نفسي، بيراقبك من على بعد، عينه عليك. الشخص ده ممكن يكون برج سرطان او جدي او عنده طاقه يعني مائيه او ترابيه. الشخص ده بيحبك جدا، بيبص عليك بحسره وبندم. يعني انا يوم ما قررت ما اختارش الازرق تاني طلعت القرايه حلوه. شفتي حظي في الدنيا بجد. فايه الشخص دوت جاي لك ندمان ومتعلق بيك وهيبذل مجهود علشان